السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. قبل ما أبدأ معاكم الفيديو، لو أول مرة تشوفي قناتي يا ريت تنزلي تحت على كلمة اشتراك تضغطي عليها وتضغطي على كلمة الكل عشان كل ما انزل فيديو تتفرجوا عليه. وطبعا ما تنسونوش من اللايك وكومنت حلو منكم، تشجعوني كده باللايكات والكومنتات عشان ننزل كل يوم الروتين مع بعضينا، عشان كلنا كده نتشجع مع بعض. واولكم انا يعني اشجع معاكم. بس فهنا اول حاجه كده عملتها يا بنات، اول ما صحيت الصبح دخلت كده على المطبخ وقلت ان انا ابدا الروتين بتاعي بغسيل المواعين، عشان زي ما احنا ما عارفين طول ما الحوض بتاعنا نظيف والمطبخ كده الرخامات بتاعتنا ممسوحه وما فيش اي مواعين ولا اي كركبه، الدنيا كلها بتكون نظيفه معانا. بس فانا النهارده عندي غسيل، كان عندي شويه مواعين دول اللي انا بغسلهم معاكم. فقلت ان انا اشجع معاكم كده بروتين حلو، بقالي فتره ما عملتش معاكم روتين. وكمان جو برد، فاكيد كلنا يعني كسلانين ان احنا نعمل حاجه يعني وكده، فنشجع كلنا مع بعضينا. بس فهنا كده يا بنات بتاعتي كده بالحوض غسلت المواعين بتاعتي وشطفتها كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، ودخلت كده على البوتاجاز بتاعي اديته كده مسحه سريعه، عشان كمان كنت هعمل فطار. كنت هحمر بطاطس بس، يعني لان انا ما كانش في حد، انا وادهم بس اللي هنفطر. فتفطر يا ادهم؟ قال لها عايز بطاطس، يعني مش عايز اي حاجه تاني غير البطاطس. بس فانا روقت كده المطبخ زي ما وريتكم كده، والرخامات شكلها نضيف وزي الفل. وقولوا لي رايكم ايه في الحوض كده، شكله حلو كده في التصوير يعني احسن من الاول. انا حاسه ان هو كده في التصوير حتى احسن من الاول بكتير. بس يا بنات خلصت المطبخ بتاعه وخدت الغساله بتاعتي طلعتها ومليتها كده، وبدات ان انا اشغلها. بصوا انا بغسل في الغساله ديت اللي هي حوضين، فانا بغسل وبطلع منها في المكان اللي هو بتاع العصاره اللي بنشف فيه الهدوم. بشطف فيها، يعني بشطف وانشف في نفس الوقت في نفس المكان. يعني مش لسه اخد الغسيل دوت اخده في الطبق واقعد اشطف واعمل وجو برد بصراحه. وانا بصراحه من ساعه ما اشتريت الغساله دي وانا ماشيه على النظام ده، بغسل وبشطف فيها في نفس الوقت. بس كده فشغلت الغسالة بتاعتي عشان اكسب وقت. مليتها كده وحطيت فيها اول حطة كده من الملابس يعني بتاعتي. وقلت ان انا ادخل كده اعمل الفطار، يعني الفطار بتاعنا اللي هو البسيط خالص ده، اللي هو هنحمر بطاطس مع بعضينا. حمرنا بطاطس وفطرنا وشربنا شاي وخلاص على كده، والحمد لله. احنا طول ما عندنا بطاطس عندي ادهم عايز يعيش على البطاطس فطار وغدا وعشاء، ما بيزهقش منها خالص. زي ما احنا عارفين اولادنا كلهم بالشكل ده، يعني بيحبوا البطاطس وبيحبوا الحاجات اللي هي الخفيفة دي والبسيطة. بس فانا حمرت البطاطس كده ورشيت عليها كده توابل، معايا توابل بصراحة طعمها حلو، بتخلي البطاطس بتاعتك تكون طعمها جميل. توابل ديت توابل بطاطس يعني هي اصلا. بس فبرش عليها كده فبتخلي الطعم بتاعها حلو، بتحس ان هو طعمها قريب من الشيبس اللي احنا بنشتريه من بره. وفي كمان اطعم كتيرة مختلفة، يعني في بطعم الجبنة وفي مش عارفة بطعم حاجات كتيرة يعني كده، وبالشطة وحاجات كتيرة حلوة بتخلي طعم الاكل بتاعك بيكون حلو. هي اصلا ديت بهارات بطاطس. بس كده هنا كده عملت كده الفطار وفطرنا. وكمان الغسالة كل ما كانت بتخلص الدورة اللي فيها بروح مطلعة منها زي ما انتم شايفين كده، باخد من الحوض بتاع الغسيل بعصر وبحط كده في الحوض اللي انا بشطف فيه وانشف فيه في نفس الوقت. بس انا محبتش يعني ان انا اصور الفترة كلها بتاعة الغسيل عشان هي بصراحة طويلة، وانا كان عندي كمية غسيل كتيرة يعني. انا ما اعرفش الكميه، يعني غسلت كله ده كان فين، انا مش والله ما قادر مش قادر اعرف. بس بس انا باخد لكم كده مقطع من كل حاجه انا بعملها في يومي، باخد كده مقطع كده واحطه في الروتين. عشان انا لو مثلا صورت لكم مثلا الغسيل، بس الغسيل بياخد له مثلا ساعتين، فيعني اكيد يعني مش ان انا هصور فيديو مثلا ساعتين عشان بغسل فيه. لا، فانا باخد مقطع من الغسيل، مقطع من اكله، مقطع من
من شويه مواعين بنغسلهم مع بعض وهكذا. وبجمع لكم كده المقاطع دي كلها واحطها لكم كده ايه في فيديو ان احنا نتشجع كلنا مع بعضنا، وفي نفس الوقت بعرفكم انا عملت ايه في يومي. كان في واحدة كده كتبت لي كده بتقول لي الغسالة الفريش ديت حلوة. والله العظيم يا حبيبتي حلوة بجد، والله العظيم تحفة. اتمنى ان انت تشتريها، يعني هتنفعك وهتفيدك كتير يعني في بيتك. اولا هي كبيرة، الحلة بتاعتها كبيرة، وبتاخد كمية غسيل حلوة، وكمان فيها النشافة يعني. بصوا، ولا تقولوا اوتوماتيك ولا غيره، هي الغسالات النص ما فيش احسن منها. عملية جدا يعني بتعيش معاكي. بس والغسالة ديت بتاعتي انا ديت 12 كيلو. يعني الغسالة ديت 12 كيلو، حلوة ومساحتها حلوة. انا كان عندي واحدة 7 كيلو، كانت توشيبا بس كانت صغيرة خالص، كانت الحالة بتاعتها اصغر من دي بكتير. بعناها واشترينا دي مكانها يعني، بس طبعا كان في فرق سعر وكده، فحبينا ان احنا نجيب الكبير عشان خاطر لما اكون بغسل وكده تنجز معايا في الوقت وبتاخد كمية غسيل اكبر. بس فهي عملية وانصحك ان انت تشتريها، يعني هتفيدك كتير. بس خلصت يا بنات الغسيل بتاعه كله كده، وطلعت كده على البلكونة عشان انشر معاكم. بصوا انا نشرت، البلكونة عندي اتملت، الاربع حبال اتملوا، لان كمية الغسيل كانت كتيرة بصراحة. ولو وصلت معايا لحد هنا يا ريت حطي لي كده لايك حلو منك وكومنت حلو، شجعوني كده يا بنات عشان انزل معاكم روتين كل يوم باذن الله. هننزل كل يوم روتين مع بعض ويكون روتين مختلف يعني. هنا كان ادم اللي بيصور بس يعني التصوير حلو يعني مش وحش. كده يا بنات بعد ما خلاص خلصت غسيل ونشرته وروقت كمان مكان الغسيل ورجعت الغسالة بتاعتي مكانها، شطفتها طبعا وظبطتها كده ورجعتها مكانها. دخلت كده على المطبخ عشان اعمل معاكم حاجة حلوة، هعمل معاكم كيس، كان عندي كيس بسبوسة فقلت ان انا اعمله معاكم. بصوا انا بجيب كيس البسبوسة بتاعي وبحطه كده في الطبق اللي انا هعجن فيه، بحط عليه نص كوباية من السمنة وبخلطهم كده كويس زي ما انتم ما شايفين. بعد كده بضيف معلقة كده صغيرة من البيكنج باودر وكيس فانيليا. ده كان يعني البيكنج باودر ده مش كيس كامل عشان خاطر ده انا كنت واخده منه قبل كده يعني. بخلطهم كده كويس وبعد كده بضيف علبة زبادي، والعلبة الزبادي بملاها مية تاني واروح احطها على ايه، على على البسبوسه بتاعتي، وطبعا البيكنج باودر والفانيليا، وبخلطهم كده كويس وبعدين بصبهم كده في الصينيه اللي انا هسوي فيها وادخلهم الفرن. هنا كده كنت بوريكم كيس البسبوسه اللي انا ايه عملته، بس بصراحه نوعيته مش حلوه يعني ما انصحش حد ان يشتريه. والشربات بحط كوبايتين سكر وعليهم كوبايتين ميه ونص ليمونه. بس هي طريقتها سهله وبسيطه، بس بصراحه نوع البسبوسه ايوه بيفرق معاكي. احلى حاجه، احلى نوع بصراحه انا جربته اللي هو كريمه. ده بصراحه احلى نوع مهما تعملي. ده مفيش احسن منه بصراحه، بيكون حلو وبيكون طعم البسبوسه بتاعتك بيكون طعمها حلو. لكن ديت بصراحه كان فيها سنه مراره كده مش غريبة بصراحة يعني. بس هنا كده الشربات طبعا برفعه على النار بيغلي شوية، طبعا زي ما احنا عارفين الشربات بتاع البسبوسة ما بيغليش كتير. بس كده وادي الصينية بتاعتي طلعت من الفرن، وهنا نهاية الفيديو، مع السلامة.